بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه المنتجبين. جئتكم اليوم ببحث حول موضوع الأطعمة والأشربة، يخص موضوعنا حالة الشبع أثناء الأكل. كما يقول الله عز وجل في محكم كتابه العزيز من سورة الأعراف آية 31: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد وكلوا واشربوا ولا تسرفوا إنه لا يحب المسرفين. شرح الآية الكريمة أحبتي: قد أباح الله لعباده الأكل والشرب، ولكن بدون إسراف ومجاوزة للحد. إن الأكل حالة الشبع مكروه ومضر للجسم أحبتي، لأنه يولد التخمة والاضطرابات في المعدة والجهاز الهضمي وغير ذلك. أما إذا كان للمأكول لا يؤذي فلا مانع من ذلك، مثلا كالحلوى والفاكهة والمشروبات التي تساعد على الهضم، يعني قبل من تاكل وتخلص كالمشروبات تساعد على هضم الأكل. وهذا وإن كثر الأكل وإن كثرت الأكل مكروه أحبتي، فقد ورد عن أهل البيت عن الإمام الصادق عليه السلام حيث قال: الأكل على الشبع يورث البرص. معنات البرص أحبتي وهو مرض يحدث في الجسم كله، قشرة أبيض، ويسبب للمريض حكة مثل الحساسية الذي تظهر على جسم الإنسان، يظل يحك بها أكثر من لازم، حكا مؤلما وهو بياض يقع في الجسد كله، أي الحساسية المقشرات. فهذا أخواني مصداق حيثما قال النبي لأهل البيت عليهم السلام: كثرة الأكل يعني زيادة عن اللزوم يسبب أضرار مادية ومعنوية، أي في الجسم. يعني أعاذنا الله وإياكم من هذه الأمراض، ونسأل الله وإياكم أن يشافي كل مريض بحق